اهلا بيكم تكمله لطريق اليو كي باسورد. من ضمن الحاجات اللي انت برضو ممكن بالمصري كده تتقل بيها السي في بتاعك ان انت يكون عملت امتحانات ليها علاقه بالتخصص بتاعك. يعني مثلا لو انت بتقدم على وظائف باطنيه، لو انت عملت مثلا حاجه من امتحانات الام ار سي بي، دي حاجه كبيره جدا وانت بتقدم على الوظيفه. ليه؟ حتى لو مش محطوط عليها درجات في الابلكيشن، ولكن ديت من اكتر الحاجات اللي بتشو الكوميتمنت. دي نقطه مهمه. يعني انا مثلا بقدم على جونيور كلينيكال فولو في ميديسن سبيشاليتي. يعني ايه اكتر حاجه تقول لهم ان انا مهتم بالوظيفه دي؟ ان انا اصلا بالفعل خدت بارت او بارتين في الام ار سي بي. فحد يطلع يقول لي يعني انا عملت بلاب وكمان هرجع اعمل ام ار سي بي. يا عم ما انت كده كده اصلا الام ار سي بي ديت انت هتعملها كجزء من الباسوي بتاعك في الميديسن. يعني دي اصلا حاجه مانداتوري، انت كده كده مش هتترقى من غيرها. يعني انت معاك وقت، خلصت البلاب وقاعد مستني، اعمل ام ار سي بي، ابدا فيها. انا عارف طبعا ان كل الامتحانات تكلفتها غاليه والحاجات دي، بس صدقوني الوقت اغلى عمله. يعني الوقت فعلا اللي هيكون معاك وانت قاعد فاضي بتستنى الوظيفه مش هتحصل عليه بعد كده، او هتحصل عليه بس يعني هيبقى الوقت المتوفر عندك قليل الى جانب الشغل. فاعمل امتحان. لو انت مثلا بتقدم على حاجه لها علاقه بالجراحه، اعمل ام ار سي اس. دي حاجات برضو هتقوي السي في بتاعك وهتشوف الكوميتمنت حتى في التريننج. يعني انا عارف طبعا ان في الاي ام تي هي مش موجوده كحاجه من ضمن النقط، ولكن بتتسال عليها. لو انت قلت ان انت عملت واحد من الامتحانات ديت، صدقني انا شفت ناس كتير جدا ده ساعدهم جدا جدا في الابلكيشن. يعني فالامتحانات ده جزء مهم جدا لا يتجزأ من الابلكيشن بتاعك، يخلي شخص يخطفك من وسط الناس اللي مقدمين للوظائف. يلا اكلمكم ان شاء الله في الفيديو الجاي عن نقطه اخرى. السلام عليكم.